مش معقول حد يقدر يقرأ 30 جزء 60 حزب 240 ربع 6236 آية وكمان يسجد 15 سجدة تلاوة، كل ده في ليلة واحدة بس. ما كناش بنصدق لما كنا بنسمع من الشيوخ او لما كنا بندرس في الازهر ان حد زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيختم القرآن الكريم كل ليلة. طبعا ده صعب على اي حد ان هو يختم القرآن الكريم كل ليلة، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتخفيف، لكن مش هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. او حد تاني من الصحابة زي سيدنا عثمان بن عفان كان بيقرأ القرآن الكريم كله في ركعة واحدة بس، وده طبعا ليفل اعلى. وكنت مستصعب جدا لمجرد ان افكر في الموضوع واقول ان ده طبعا مفيش حد يقدر على كده. مش معقول حد يقدر يقرأ 30 جزء 60 حزب 240 ربع 6236 آية وكمان يسجد 15 سجدة تلاوة، كل ده في ليلة واحدة بس. التفكير في التجربة كان شاغلني من فترة، وبعد كده زاد عندي الفضول اكتر، خاصة لما لقيت فيديو بالصدفة كده ان في ناس قدرت ان هي تقرأ القرآن الكريم كله في ليلة واحدة. ساعتها اتحمست جدا، مش اني اجرب بس، لا اني اختم القرآن بالفعل. وده لان الفكرة جات لي في وقت مناسب وجات لي في يوم مناسب جدا. هتعرفوا دلوقتي اليوم ده امتى بالظبط. الحماس ده لما جالي كان قبل صلاة العشاء تقريبا بنص ساعة. قمت وجهزت كل اللي هحتاجه في اليوم ده، وقمت علشان اشحن موبايلي كمان واسيبه على الشاحن على ما ارجع من الصلاة. ودلوقتي انا رايح اصلي. وفي الوقت ده كنت انا خلاص رجعت من صلاة العشاء والمفروض ان ابدأ قراءة، لكن خلوني الاول اقول لكم على نقطتين مهمين جدا لازم تعرفوه. اول نقطة لازم تعرفوها انا ليه صورت الفيديو ده. تاني نقطة كمان ايه النصايح اللي لازم تعرفوها والاخطاء اللي انا وقعت فيها علشان انتم تتفادوها. ليه صورت؟ علشان حاجتين اتنين مهمين جدا. اول حاجة ان ثانوية جدي الله يرحمه في الشهر ده في نهاية الشهر، فنيتي لله ان دي تكون صدقة جارية عن جدي وعن باقي الاهل وعن جميع موتى المسلمين. تاني نقطة بقى ودي علشانكم انتم، وهي الثواب. تعالوا نرجع ورا كده من اول واحد فكر انه يطبق الفكرة دي. طب تعالوا كده سيبك من اللي طبق الفكره، ارجع خالص بينا لايام الصحابه. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيختم القرآن الكريم كله في ليلة واحدة زي ما قلنا. وانا مش بعمل كده علشان انا شيخ ولا اي حاجة، لكن تخيل معايا كده، هل الثواب منقطع من ساعتها من ايام الصحابة؟ لا، تبقى غلبان جدا لو انت متخيل كده، لان ده نهر جاري. اتمنى من كل قلبي ان انت كمان ما توقفش الثواب عندك وزود الفيديو انت كمان وخليه يوصل للي بعدك، علشان ممكن حد كمان يوثق الفيديو زي ما انا وثقته، ويبدأ الناس تزيد كمان ويعملوا بعد كده فيديوهات على نفس الموضوع ويطبقوا. هل يا ترى اني لو انا حد طبق من بعدي مش هكون انا مشترك في الثواب؟ وانت كمان مشترك في الثواب علشان انت زودت الفيديو ان هو يمشي لحد تاني. تجربة انا عشتها بنفسي والحمد لله الارزاق كمان بتزيد كمان. والله ما استناش تاني يوم على طول كان في رزق الحمد لله جالي، انا ما كنتش يعني متخيل ان هو ممكن يجيلي. وبكده انا عرفتكم انا ليه صورت الفيديو ده. تاني نقطة معانا نصيحتي ليكم بقى، علشان دي فعلا تجربة تستحق ان انت تجربها بنفسك. اول حاجة اختار يوم مناسب، يعني من الاخر يكون صابح عليك اجازة، وتكون ممهد لنفسك من اليوم اللي قبله، يعني انت ظبطها انت مع نفسك. انا مثلا كان تصويري للختمة دي كانت يوم الجمعة مساء اللي هو صباح السبت، ليلة السبت، علشان الجمعة كان عندي اجازة والسبت كمان اجازة. فشوف انت بقى تقدر تعملها ازاي. تاني حاجة وهي انك ما تبصش في الساعة خالص، ده هيمنع تركيزك وهيخليك متشتت ومتوتر كده اثناء القراءة. فمن الافضل اقلع الساعة خالص، وحاول ان انت كمان لو المكان اللي انت قاعد فيه في ساعة حاول تبعد عنه خالص لو هي ساعة حائط، او انك تشيلها خالص. ثالث حاجة وهي انك ما تركزش خالص مع انا في الجزء الكام. طيب عرفت في الجزء الكام دي مفيش مشكلة، لكن المشكلة عندي ان انت تفضل طبعا انا في الربع الكام، طيب في النص التاني من الجزء ولا في 3/4 الجزء. ده هيخلي الهاجس اللي جواك يبوظ عليك الليلة وما يخليكش تكمل للنهاية، خاصة لو انت لسه في اول القراءة. رابع حاجة معايا اقفل موبايلك، لان كل دقيقة من بعد صلاة العشاء لو انت هتصلي العشاء وتبدأ لحد اذان الفجر كل دقيقة انت محتاجها، فما تخليش الموبايل يضيع عليك، خاصة
لو سمعت اشعار، لو سمعت اي حاجه هتبص فيها، البصه دي ممكن تاخد لها 5 دقائق لو انت فقت منها بدري. خامس نقطه وهي الوضوء، لان الوضوء هيقويك وهيخلي الشيطان كمان يبقى بعيد عنك. سادس نقطه وهي هيئ نفسك، وهيئ كمان المكان اللي انت هتقعد فيه، يعني رتبه، ما تحاولش ان في حاجه تلفت انتباهك وتفكيرك وان انت تركز فيها كتير. سابع نقطة وهي تدبر الآيات أثناء القراءة، لأن ده طبعا هيكون ثوابه أفضل. النقطة الثامنة وهي ان انت تكون متأكد دايما ان انت مجدد وضوءك، علشان هيجيلك سجود تلاوة فتكون انت جاهز. النقطة التاسعة والأخيرة وهي ان انت تحاول تغير مكانك كل شوية علشان ما تملش من القعدة. وبكده خلاص ما عنديش أي حاجة تاني أقدر أقولها لكم. يلا بينا علشان نبدأ على بركة الله. الوقت ده كانت الساعة 8 بعد صلاة العشاء، يعني قدامي بالظبط لصلاة الفجر حوالي 9 ساعات ونص. أقرأ وأقول لكم بعد الجزء الأول خد مني قد إيه بالظبط. كده خلصت أول جزء، خد معايا بالظبط 12 دقيقة و58 ثانية. ندخل بقى على الجزء التاني. طبعا ده الجزء الأول كان انت الباور بتاعك لسه عالي، فانت في الوقت ده متحمس للقراءة، مش هياخد منك وقت، وطبعا مفيش لا سجود تلاوة، مفيش أي حاجة، مفيش حاجة تمنعك، لسه انت لسه في الأول. طيب بعد كده الوقت هيطول شوية. وبكده نهاية الجزء التاني. خد معايا بالظبط 13 دقيقة و30 ثانية. طبعا دلوقتي الوقت زاد معايا زي ما قلت لكم، علشان كل مدى الاربع بتزيد، يعني الربع في الاول بيكون يعني في الجزء الاول بيكون الاربع صغيره، لكن الاربع بعد كده بتزيد معايا. كده انهينا الجزء الرابع عند الدقيقة 13 و19 ثانية. دلوقتي بدأت في الجزء ال15، يعني كده بالظبط نص المصحف خلصته. الساعة بتدق 12 في نفس الوقت. الحمد لله لحد دلوقتي خلصت تلتين المصحف. خلصت كده 20 جزء كاملين. هبدأ كده في 21 في سورة العنكبوت من أول جزء ولا تجادلوا. الساعة دلوقتي 2:30، مش عارف هي باينة عندكم ولا ايه. 2:30 دلوقتي. عايزين نكمل كده علشان نشوف هنخلص ال10 أجزاء الباقيين في قد ايه، قبل صلاة الفجر ولا بعد صلاة الفجر. ادعولي ان شاء الله ان انا اخلص قبل الصلاة.
الحمد لله دلوقتي وصلنا للجزء ال28 سورة المجادلة. تمام، ودلوقتي بالظبط فاضل حوالي نص ساعة على صلاة الفجر. يا ترى هنلحق نخلص ولا لأ؟ ربنا يسهل. واقف على سورة الفجر وكان أذان الفجر جدا، فدي كانت حاجة كانت بسطاني أكتر. يعني دي حاجة حصلت بسطتني قوي إن أنا عملت يعني النصيب خلاني كده والقدر يوصلني إني أختم في الوقت ده. وفي الوقت ده على ما أنا كنت خارج خلاص أصلي، أنا كنت اتوضيت، كنت متوضي بالفعل، وأنا خارج أصلي كنت أنا ختمت وأنا ماشي في السكة لحد سورة الناس. ولما رجعت قرأت دعاء الختمة. فربنا إن شاء الله يقويكم كلكم وتختموا إن شاء الله وتدعوا لي. ولو حد حابب إن هو يعمل معايا التجربة دي تاني، أنا ما عنديش أي مشكلة وهنوثقها برضو. يعني بصوا، علشان إن إحنا وإحنا في قبورنا نلاقي اللي يدعي لنا، نلاقي إن في ثواب نهر جاري احنا عملناه في حياتنا فبيجري، واحنا يعني مفيش خلاص يوم لا ينفع مال ولا بنون. فربنا يرزقكم ان شاء الله بالختمة دي، وانه خير والله، وربنا هيرزقكم ان شاء الله ان انتوا تختموها. لو انت بقى لسه لحد دلوقتي معايا على الفيديو، فحاول ان انت ما تبخلش عليا ولا تبخل على نفسك بالثواب العظيم ده. ربنا يجازيكم خير. شارك الفيديو وحاول تتفاعل معاه كمان علشان ان هو يوصل لغيرك وغيرك. احنا بنتقوى ببعضنا لما بنلاقي ان في تفاعل، غيرنا بيتفاعل هو كمان. مش عايز ان انا اطول عليكم اكتر من كده، وهي تجربة تستحق الاعادة. عيدوها تاني وان شاء الله هتدعوا لي وتدعوا للناس كمان اللي وصلتني ان انا اوصلكم بالتجربة دي. مع السلامة.